مشاهير الصدفة. في الماضي كان الحصول على الشهرة أمرا في غاية الصعوبة، وعلى مدى العصور السالفة عاش رجال عظماء ومبدعون، بعضهم حصل على الشهرة في حياته والبعض بعد مماته، وهناك العشرات من المبدعين والعظماء ظلوا مغمورين وبعيدين عن بريق الشهرة قبل موتهم وحتى بعد الممات. لكن ومع ظهور الثورة الإعلامية الهائلة صارت الشهرة يسيرة وسريعة الانتشار. صورة، لقطة، مشهد، جملة عفوية أو عبارة عابرة لا يتوقع قائلها أن تلقى صدى قد تنقلك من عالم لآخر. في هذا الفيديو سنتعرف على 3 مشاهير نقلتهم الصدفة من الحياة العادية إلى فضاء الشهرة في وقت قصير وبلا عناء. العم علي بن كرمان. كان هذا الرجل السبعيني يعيش وحيدا حياة صعبة في أرض مقطوعة بمحافظة القنفذة السعودية. لم يتزوج رغم كبر سنه، كان كل اعتماده على راتب الضمان الاجتماعي. لا علمني، لا تخليني أقعد أمشي لاني مقيد ولاني مفكوك. ها تعطيه؟ ايوه نعطيه. خلاص الحين أسمعك بدري. بهذا المقطع الذي لا يتجاوز 50 ثانية اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي بعفويته وطرافته، وأصبح من أشهر الشخصيات السعودية في الفترة الأخيرة، إذ تحولت لزمته الشهيرة علمني التي قالها في لحظة عادية إلى أكثر من قصيدة وكاركتير وتقليد. لا علمني لا علمني، لا تخليني أقعد أمشي لاني مقيد ولاني مفكوك. الشخصية اللي انتم حبيتوها واللي انا احبها عم علي. ها علمني. لاني مقيد ولا مفكوك. يا شيخ الله يسعدك يا عمي. الله. تغيرت حياته وصار شخصية مشهورة تستضيفه القنوات ويزوره المشاهير ويروج للإعلانات وتصله الهبات من كل مكان. بائع الشاي أرشد خان. شاب باكستاني ترك الدراسة بسبب فقر عائلته فاتجه إلى بيع الشاي على عربة متنقلة. أشهرته صورة فوتوغرافية قامت بالتقاطها له المصورة جايا علي ونشرتها على صفحتها بالإنستغرام. ما هي إلا ساعات حتى وصل اسمه وخبره قائمة الترند العالمي. انقلبت حياة أرشد رأسا على عقب وانهالت عليه العروض من كل اتجاه، ووقع عقود مع شركة أزياء، وصارت أوقاته مليئة باللقاءات والمقابلات وذاع صيته في كل مكان. يا حنان، حبيت المستقبل، حبيت الدنيا من بعدك، من بعد حبك صرت أنا مجنون. يا حنان، أسير الأحزان، العاشق المغرم الذي ضاق حاله من فراق حبيبته وزاد شكواه من خيانتها له. حمدي، شاب حاول لفت انتباه حبيبته وإيصال معاناته إليها بطريقته، فكان كلما هام في معشوقته واشتاق إليها سجل مقطعا قصير يرثي فيه حاله ويظهر فيها دموعه علها تحن وتعود. سرعان ما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك المقاطع ما بين التعاطف والسخرية والهزل، حتى وصل بعضها لملايين المشاهدات. تطور الأمر حتى غناها الموهوبين وقلده الساخرين وتضامن معه المتابعين. مساء الخير، مساء الشهرة، أنا أسير الأحزان. يا حنان، يا حنان، حبيت المستقبل، حبيت الدنيا من بعد. يا حنان، مساء الخير، مساء الشهرة، أنا أسير الأحزان. يا حنان، يا حنان، يا حنان، يا حنان، حبيت المستقبل، حبيت الدنيا من بعد. يا حنان. شو الاسم الكريم؟ حنان. يا حنان، يا حنان،
مساء الخير مساء الشهرة يا حيوان. مساء الخير مساء الشهرة، أنا أسير الأحزان. يا حنان، يا حنان، حبيت المستقبل حبيت الدنيا من بعد. يا حنان. برأيك ما السبب الرئيسي وراء شهرة مثل هؤلاء؟